ازاي دبي خدت قرار غير مستقبلها في 3 دقايق؟ بص يا صاحبي، في قرارات بتاخدها وانت زهقان زي انك تطلب شاورما بدل البرجر، وفي قرارات مدن بتاخدها بتقلب مستقبلها رأسا على عقب. ودبي اخدت قرار من النوع الثاني. تعال ارجع معايا لسنه 1985. دبي ما كانش فيها مترو، ما كانش فيه موبايلات، ما كانش فيه مولات، بس كان في حاجه تانية، طموح مش طبيعي. وفي يوم من الايام الشيخ محمد بن راشد كان في لندن ولقى الطياره بتاعت الامارات واقفه في المطار فاضيه، فسأل ليه ما حدش راكب؟ قالوا له ما فيش طلب كفايه عليها. قال لهم لا، مش هنستنى الطلب، احنا اللي هنخلق الطلب. 3 دقايق بس اتاخد القرار، احنا هنعمل شركه طيران وتبقى من اكبر شركات العالم. زي ما بقول لك كده، 3 دقايق، من غير لجنه، من غير اجتماع، من غير ندوه يحضرها ناس نايمين، قرار وتنفذ. بعد القرار ده ايميريتس ايرلاينز اتاسست بطيارتين متأجرين، والنهارده اكتر من 260 طياره، اكبر اسطول A380 في العالم ومطار رقم 1 عالميا. طب هل ده صدفه ولا فكره ولا جرأه؟ هو مزيج ما بين عقل بيشوف لقدام وسرعه تنفيذ، واهم حاجه الثقه، احنا نقدر. طب بس كده؟ لا، هقول لك على قرار تاني دبي خدته في دقيقه مش 3 دقايق وغير اقتصادها بالكامل في الفيديو اللي جاي.